مع السلامة، مرحبا بكم البنات في قناتي قناة تبارك اليوم مع فطومة. اليوم ان شاء الله بقدرة ربي باش نعملوا مع بعضنا مكرونة بالحوت، حوت جرار كما ما تشوفوا. وصفة سهلة وفي لحظة. لنا عندي شوية ثوم ونشوفوا الفحات مع بعضنا. اول حاجة بسم الله نحط شوية زيت. هنا عندي زيت زيتون او زيت نباتي مخلط مع بعضه، وريقة رندة هذوما الساعة نحيوهم. هنا فرمت 5 سنون ثوم باش نحط اكثر من نص نتاعهم شويه في الزيت، ونخلي البقيه بها في الاخر نحطوه ونحطو على الغاز دوبا يسخن هكا الزيت، يتقلى شويه الثوم ما نخليوش لين يتحرق. نضيف مغرفه الاولى طماطم، ونزيد المغرفه الثانيه ومغرفه ثالثه ونص مغرفه اخرى باش نعمل انا تو الصوص نتاع المكرونه. وكما تشوفوا المغرفه مش كبيره، مغرفه عاديه، مغرفه الاكله دي. نخلي الطماطم تتقلى معايا بالباهي على نار هاديه البنات، ما نخليوش الغاز زايده بس ما تحرقناش. قليت الطماطم هكايا معايا شويه، نضيفولها تو شويه في الكحل وشويه كركم وملح، فلفل ملحي، تابل تونسي. حطيت مغرفه وشطر التابل اكثر من الفحات الكل. خلط الفحات هذوما الكل مع بعضهم باش ما يتحرقليش الملحي. باش نضيف شويه ماء، نضيف شويه ماء سخون يغلي. هي الصوص هذه اللي بالحوت البنات ما تتطلبش برشا ماء، نضيفوا لها شويه شويه، والغاز ديما نقول لكم على نار هاديه تطيب. نزيد شويه اخر، هكا يكفي البنات. ناخذ نضيف 3 ورقات رند تغلي معنا كيك الصوص حكايه 5 دقائق، ومن بعد نرميو الكعبات حوت. الصوص غلات معايا 5 دقائق. تو باش نجيبك التريفات حوت ونرميهم في الصوص. بسم الله. وكما تعرفوا الحوت ما فيش يروح البنات، في فيس يطيب. نرميوه هكاكا، خليه يغلي غليه. شفتوا المرق مش برشا، جيست حبر ما يتغطى الحوت، يغلينا غليه وينشح في نفس الوقت. ما نساوش البنات كتر في ثومك اللي خليته قلتش نحطه في الاخر، هذا كنحطوه مع الحوت هكاكا. واللي يقول حوت يقول كمون. باش نحط شطر مغرفه نتاع قهوه صغيره كمون، هذايا للفح صراحه يزيدوا بنه على بنه. بعد ما حطيت الحوت ب5 دقائق هكاكا، توك عندي قرينه فلفل باش نرميهم. بسم الله. شقيتهم هكايا وحطيت فيهم الملح، نرميهم في الاخر بكل. نغطي على هكايا ونخلي القرينات فلفل يطيبوا. وفي نفس الوقت انا حطيت الماء وخديت نصف المكرونه نتاعي. تشوفوا عملت مكرونه فل عاديه، خليها هذيك تغلي تطيب على راحتها، وبعد نخلطوا المكرونه نتاعنا مع بعضها. الصوص صيد هبط وقرت زيتها بالباهي، نطفي عليها. هنا سمطر المكرونه كما قلت لكم، كنت اللي عملتها نتاع المكرونه. هنا جاب زاد الصوص تفضل راهي. نطلعوا كل قرينه فلفل. بسم الله. وكل الحوت نسيسوه البنات، ما نخليوش يتهرى برشا. الحوت كما تعرفوه ما فيش يروح. شفتوه كيفاش شد روحه، ما خليتوش طب برشا. ونصبك الصوص تاعيكا على المكرونه. بسم الله. نصبوا بشويه ونشوفوا كان يناقص نزيد، نخلطوا نحيو كل ورقات رند. بسم الله. نزيد الكميه الكل. هذيك هي انا الكميه اللي عملتها نتاع الطلب. نحط بسم الله بسم الله. نحط تريفات حوت هكاك على الوجه، وكل قرينه فلفل، ونحط كل قرين فلفل احمر. وهذه مكرونتنا حضرت. ما شاء الله الريحان ودكم ولا نشهيكم. والبنه كذلك البنات جربوها بالطريقه دي وبقدر ربي تعجبكم. وما تنسونيش البنات في اللايك وفي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش كل مره كي نهبط ريسيت جديده تجيكم نوتيفيكاسيون تبع جديدي. تو بقالي كنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.